اذا كنا كل يوم نصفقوا كاع نقولوا كل شيء لاباس كلش بخير كاع رانا ملاح، هذا ما يخدمش البلاد. واذا كاين نص ما يطابقش مع الممارسه، واذا كاين ممارسه ما تطابقش مع النص، ورانا نمشيو. حنا الرقي قديم عندنا في الجزائر، لازم على الاقل ناس ملاح تاع الجزائر يجتمعوا. ما كل الاحزاب السياسيه تلقائيا لازم تكون وطنيه دينيه وديمقراطيه. واقترح اكثر من الانتقاد ان اقترح البديل، أن الجزائر الفكره، الجزائر المنهج، والجزائر المرجع. مرحبا بكم في قناة وقتها، الميديا تاع الاتحاد من أجل التغيير والرقي. اليوم أنا في حصة وين بها مع عبد الجليل عموش، رئيس تاع الاتحاد من أجل التغيير والرقي. مرحبا بك عبد الجليل. شكرا نديم، مرحبا بك ومرحبا بنا، وإن شاء الله تكون قاعدة مفيدة وتوكا عاودنا بزاف الاتحاد من أجل التغيير والرقي، حاجة مليحة يشفوا عليها الناس شوية. دونك اليوم حنحكيو على السياسة، نحكيو على الاقتصاد، نحكيو على رؤية تاع الاتحاد من أجل التغيير والرقي، يعني عاودتها. بصح من قبل هذه أنا حايبين شوية تعرفنا أنت على نفسك. شكون عبد الجليل؟ عموش عبد الجليل 39 سنة، قريت في الجزائر، كبرت في حي المحمدية، الجزائر العاصمة. جاي من نقولوا الطبقة المتوسطة، أم معلمة، أب مهنة حرة. وكبرت في الجزائر حتى البكالوريا، قريت عام في المدرسة العليا للتجارة، بعد مشيت للخارج باش نواصل الدراسة تاعي. بعد 2016 عاود دخلت الجزائر، بقيت بين الجزائر وأوروبا مقاول، وفي نفس الوقت ندير دكتوراه ونقري في الجامعات وطونك انترفينون كي توالي. الله يبارك، الله يبارك فيك. وانا واش سمعت سي كنت راك اصغر رئيس تاع حزب سياسي في الجزائر en 2025 اليوم. ايوا ربما في 2025، لانه كانوا رؤساء احزاب من قبل، ربما حاليا حاليا انت راك فعلا. اصغر. انا حابين نعرفوا باسكو من داك سبوزا كيستيون دوكا فهمنا واش الفايده تاع السياسه. سرقه اسكو تجوز الامور تاعك، تعمر كرسي ما دير والو. شنو الفايده تاع السياسه دوكا؟ سؤال مهم بزاف. خطر الجواب تلقائي نقدر نقول لك انه السياسه مسرح الوالو، وهذه معروفه في الجزائر، انه التغيير ما يجيش بالسياسه، التغيير يجي بطرق اخرى. نقدر نقولوا انه احنا رانا عايشين النظام السياسي الجزائري هو عباره عن ديمقراطيه مشفره، ما يسمى بلا كريبتوكراسي. عايشين في ديمقراطيه، لكن ما كاش تطابق فورسيمون بين النصوص القانونيه والممارسات والواقع. اذا التغيير وممارسه الديمقراطيه يصير بطرق اخرى. دونك مباشره يطرح السؤال شنو الفائده تاع السياسه، نقول لك ما فيها حتى فائده. لكن في نفس الوقت لو كان نمشوا بهذه المنهجيه، نقدر انا نطرح لك السؤال نقول لك شنو الفائده تاع سبور مادام رايحين نموتوا كاع. ما عندهاش فايده سبور مادام رايحين نموتوا. علاش ندير سبور؟ اخرتها راح نموت. ندير سبور باش تحس روحك مليح، باش لي فيروس اللي دايرين بيك ولا اللي يقدروا يدوروا بيك ما تجيهمش ساهل، باش تحس نفسك تحسها مليح، باش تقدر تعاون روحك في حياتك اليوميه. واخرتها على بالنا بلي راح تموت، راح نموتوا كاع من نديروا سبور. سياسه نقدر نقولوا انه البصمه اللي راح نخلوها، لانه احنا نفناو والجزائر ما تفناش. دونك تقول حكايه تاع ميموار تاع انا درنا حاجه رانا مدينا حاجه ودرنا اللي قدرنا عليه. لازم نديروا اللي نقدروا عليه وعلى حسب المقدورات ديالنا، واللي كتبها ربي هذيك هي ان شاء الله. دوكا انت قلنا يمالا انت واش من الفايده عندك تاع السياسه، واش فاتك انت؟ الفائده مباشره احنا ما عندناش في الاتحاد من اجل التغيير والرقي، لانه نضال وتطوع نديرو قبل كل شيء. انا السياسه بديتها في الحراك،
قبل الحراك كنت نشوفها وكنت نعرفها من باب العلمي، من باب الجامعي. دكتوراه تاعي في الاقتصاد السياسي للاتصال، دونك عندي نظرة على السياسة بطريقة علمية نقولوا. ومادام قريت سياسة كنت متأكد أنه التغيير راح يكون على المدى البعيد وبعيد علينا بزاف، دونك ما خاصة ماشي عن طريق الأحزاب السياسية. لكن اللي جا الحراك غير لا دون، غير النظرة، غير لا فوكال تبدلت. الحراك اللي جا بدل مسار، ونقدر نقولوا انه مرحلة تاريخية اللي بينت انه الحكمة والذكاء الجماعي اللي راهو في الاوساط الشعبية فاق وتجاوز واش موجود في الطبقة الحاكمة. دونك عبر التاريخ تاريخيا نقدروا نقولوا انه مسار التغيير بدا، لانه الحراك جمع بين الناس، بين هذه الحقيقة اللي ما كانتش مكشوفة من قبل، حل المشاكل اللي كانت موجودة بين الجزائريين اللي خرجنا من العشرية السوداء. لأنه ما نساوش أنه الساحة السياسية الجزائرية مبنية للأسف على 3 تيارات: تيار وطني، تيار ديني، تيار ديمقراطي، وكأنه هاد 3 تيارات لازم يكونوا في صراع. احنا اللي جينا من الحراك ما عندناش هاد النظرة، وما عندناش هاد 3 تيارات في نفوسنا، لأنه وطنيين بامتياز وما نحتاجوش وما نقدروش نسلموا لأي هيئة هي اللي تمد وسام الوطنية. ثانيا كنا تربينا على طاعة الله والرسول والوالدين، كلنا مسلمين، إذا ما عندناش عقدة كما كاينة ربما في الأجيال اللي فاتونا. عندهم نوع من التفكير اللي معقد بالنسبة للدين أو بالنسبة لتيارات أخرى. ثالثا التيار الديمقراطي. الجزائر جمهورية مقدم زمان، وكما قلت لك عايشين في ديمقراطية مشفرة، لأنه حاولنا أن نقتبس نصوص اللي خارجة على عادتنا وتقاليدنا. لو كان عاودوا نقولوا عادتنا وتقاليدنا، عندنا الديمقراطية الجزائرية عندها عشرات من القرون. دونك في الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والإضافة اللي رانا حابين احنا نقدموها، وكان في العهدة تاعي راح نحاول نقدمها، أنه نبني طرح سياسي اللي يجمع بين الدين، الوطنية والديمقراطية. والله يوفقنا إن شاء الله. ان شاء الله. المهم ما نتبعوش البراني، نشوفوا حنا وش اللي قلنا. هذا هو الأساس، لأنه في هذه العهدة واقترحتها ومناضلين مشاو معنا. أنا نهضر شوية شغل تاع حزب سياسي مناضلين وكذا، والجماعة جماعة مشاو معنا ودرنا شعار تاعنا، وهي كذلك لو كاب اللي راح نديروه، اللي راح نمشيو به، أنه الجزائر الفكرة، الجزائر المنهج، والجزائر المرجع. أي تغيير حبيناه لازم نوضحوه. وش من تغيير رانا حابين؟ ما هي آلية التغيير؟ ما هي نتائج التغيير اللي رانا نستناو منها؟ ما هي أهداف هذا التغيير؟ وهذا اللي حيخلينا نبنيو إطار. هذا الإطار وشنو؟ الجزائر. التغيير اللي رانا حابينه ما راحش نبدلو صفاتنا، ولا على الأقل كل واحد ياخذ مسؤوليته ويبين التغيير اللي راهو حابه. احنا التغيير اللي رانا حابينه في إطار الجزائر هي المرجع، لأنه نظن أنه عندنا عقيدة الدولة، عندنا عادات، عندنا تقاليد. وأنا أظنه شخصيا أنه خرجنا عن عادتنا، خرجنا عن تقاليدنا، لازم نولوا لهم. لأنه احنا شعب ماشي جيعان، شعب ماشي سراق، شعب مربي، يعرف يعيش، يعرف يأكل، يعرف يقعد، يعرف يعاشر، يعرف يفارق.
هذا هو شعبنا. تاريخيا الأرض هذه نوميديا من وقت الروم ما كانش عندنا تطلعات توسعية. كنقراو تاريخ الجزائر ما عندناش تطلعات توسعية، ما استعمرناش أراضي. علاش ما استعملناش أراضي؟ عكس ما يسمى بالقوى العظمى الآن، بريطانيا ولا اسكندنافيا ولا البلدان الأخرى، لأنه الخير كان في هذه البلاد من بكري. كان خير، ما نحتاجوش نتوسعوا نجيبوا خيرات من أراضي أخرى. من بكري كان خير في هذه البلاد، في هذه الأرض، أرض الخير. إذا نحن إذا حبينا التغيير نرجعوا لأصولنا. علاش نقولوا الجزائر المرجع؟ ثانيا نعاودوا نقولوا الاتحاد مجلس التغيير والرقي. الرقي ما لازمش نفهموه بالمفهوم الغربي، لأنه لو كانت تدخل الآن الويكيبيديا ولا لما يشوفوا فين يدخلوا الويكيبيديا يروحوا يحوسوا على البروغريس، راح يصيبوه بمفهوم غربي ايديولوجي. يقول لك الايديولوجية البروغري ضد التحفظ. أو لا احنا الرقي عندنا قديم في الجزائر. منادي التراقي الجزائري ومن قبله عندنا الرقي، والرقي ديالنا يجمع بين عادتنا بين ديننا اللي كانوا في نادي التراقي الجزائري، شيخ العقبي، شيخ العربي تبسي إلى آخره. رجال دين وطنيين أعمالهم تدل على الديمقراطية، لأنهم خلاو يتكونوا جمعيات فنونية مثل الجمعية الجزائرية اللي تكونت في نادي التراقي، وكان جمعيات أخرى، جمعيات رياضية. ما ننساوش أنه أنا ذاك في العشرينات وفي الثلاثينات ممارسة الرياضة كانت محل نقاش عند أهل الدين. وفي نادي التراقي الجزائري خداو موقف وشجعوا على ممارسة الرياضة. كان أنا كان وباء السيفيليس خاصة في العاصمة. كان الشيخ العقبي يمشي من دار الدار، يمشي في المقاهي باش يوعي الجزائريين على السيفيليس آنذاك. دونك حنا الرقي قديم عندنا في الجزائر. على هذاك نعاودو نولو للشعار والمسار اللي رانا حابين نتبناوه في هاد ال5 سنين العهدة، على أقل عهدة اللي حنكون فيها. الجزائر الفكرة، الجزائر المنهج، الجزائر المرجع. تماك تقول بلي حنا من البكري الشعب ماشي مغلوق فيه مخو، حبوا يبدلوا لنا يمدوا لنا صوره بلي الشعب حنا مغلوقين ما نحبوش هاد الصوالح، وفئه صغيره اللي متفتحه. وانت راك تقول بلي بصح من البكري حنا عندنا هاد العقليه تاع الرقي. اكزاكتومون. وقلت حاجة مهمة بزاف نديم، انه كاي عندنا نظرة خاطئة على الأغلبية، وهي في الحقيقة لأنه هاد الناس كما نقولوا حنا صاحب الترقى وهواوي وظريف ومعنوي. اللي ظريف ومعنوي اللي موجود في 58 ولاية يحسب روحه أنه راه وحده، ودخلونا هذه الفكرة أننا حنا هما الأقلية والأغلبية هي الهمجية. إذن ديما عايشين في عزلة، ما نمارسوش السياسة. واحد ناس ملاح يروح يدير البوليتيك باين تولي بان سراق على خلاص. راك بوليتيك معفونة وتعفن وتعيف. شكون يروح يدير السياسة في الجزائر؟ ما كاش. هذا شيء معروف تاني، كيقول لك لا سيليكسيون ادفيرس. تقدر بما انه السياسة معفونة تعيف وتعفن، ما يجوا لها غير الناس المعفونين. ميم لو كان تكون نقي تدخل السياسة تقول لك حتعفني. انسان نقي ما يروحش للسياسة. هذا واش خلى المناصب فارغة، بالطبيعة تكره الفراغ. دونك باش تعمروا بلا عفن. هذه الحالة اللي رانا عايشينها. نتوما راكم حايبين تبدلوا باش
الا كنت تسمعوا ولاد فاميليا حبيتوا تسكنوا الجزائر كاين حزب ديالكم. ان شاء الله، وان شاء الله ما نكونوش غير حنايا، الا انه هاد الساعه تبان لي باللي ماناش بزاف من احزاب سياسيه اللي حابين نديروا السياسه بطريقه اخرى. هذه هي السياسه بطريقه اخرى، ما نجروش مور المناصب، ما نجروش مور المسؤوليه. وشنو التغيير يكون ببناء قاعده شعبيه. لازم على الاقل الناس ملاح تاع الجزائر يجتمعوا ويتنحى لهم الخوف، لانه كان واحد النوع تاني تاع الخوف، واحد النوع من الجبن، خاطر هادوما المعفونين اللي يديروا السياسه عندهم احتكار على العنف، كذلك قادرين يمارسوا العنف، وهذا موروث من العشريه السوداء على كل حال. لكن هذا الشيء لازم حنا نجاوزوه، لانه تحكم انسان ناس ملاح. قلت لا انا التغيير نديرو على حساب قيسي، انا نغير غير في خدمتي، نغير غير في العائله ديالي مع ناسي، في حومتي، نقي قدام الدار والسلام عليكم. نقي قدام الدار والسلام عليكم. بصح البلاد راهي مسخه، كاين بعض الامور كاين ما يسمى بلي زيكونومي ديشال، كاين مشاريع اللي ما تقدرش ديرهم الا كنت في السلطه، الا كنت في المسؤوليه. تنقي قدام باب دارك ما يكفيش. اذا كاع الناس ترمي ما بدلت والو. يقدروا 10 ينقيو، يجوز واحد يرمي راح يفسد الخدمه تاع 10. يخص غير واحد برك يفسد، راح يبقى هذاك الفساد. وانت قلت دوكا حنا ماناش نحوسوا على المناصب، لا نحوسوا نجمعوا الناس ونبنيو هاد البنية الشعبيه. وش كيت تبان يعني في لي زاكتيفيتي اللي ديروهم كيما الاكاديمي، وين حوستوا اولا ديروا التدريب تاع المناضلين تاعكم. كيفاش جازت؟ تحكي لنا شويه شنو هذه الاكاديمي بوليتيك اللي هضرتوا عليها غير كي الأكاديمية السياسية، الأكاديمي بوليتيك، مشروع قديم كان في الحزب عن المؤسسين، وشنو حنا اللي جسدناه. مهم بزاف، لأنه التجربة تاعي في الحراك، في الائتلافات المدنية اللي كنا فيها، اللي كنا بعد السياسة، ولا على الأقل على الأحزاب السياسية، تيقنت وملاحظين اللي موالفين يديروا السياسة تيقنوا كذلك على واحد الظاهرة، أنه نهضروا بزاف على السياسة حنايا، لكن المصطلحات ربما ما نفرقوهاش بين وشنو هو الدستور، وشنو هو القانون، وشنو هي المعاهدة، كيف تمارس السياسة، ما هي العلاقات مع مؤسسات الدولة، ما هي ثقافة الدولة، ما هي المؤسسات، ما هي الهياكل. لأنه اللي تكون في حزب سياسي تكون عندك واحد المسؤولية مؤسساتية، ما تقدرش تقول نيمبورت كوا، ما تقدرش تهضر على الفارغ، كل حاجة تهضر تقدر تحسب عليك. وفي هذا الباب قلنا كذلك مادام رانا حابين نمشيو للمسؤولية ورانا رايحين لكل الاستحقاقات، ما نخلو حتى انتخاب، لأنه اللي حاب يدير التغيير بالمقاطعة راح يبقى يدور في حلقة مفرغة، ما عنده ما يزيد، ما عنده ما يزيد، ما عنده ما يجيب. دونك اللي حاب يبين حنت يدو يخرج في الانتخابات ويقنع الناس. كيما دوك راني ندير، راني نحاول نقنع في الجزائريات والجزائريين اللي راهم يشوفونا، بالا كاين شويه منهم اللي حن يعقلوا روحهم، ربما في المسار، ربما اللي جاي من طبقه متوسطه، ربما اللي يامنوا بالنقاء، ربما اللي يعرفوا انه السياسه معفونه، ربما اللي كرهوا كيفاش يشوفوا البلاد، ربما اللي مشاو الخارج وشافوا في الخارج انه قادرين نغيروا الامور في الجزائر، لانه الجزائريين هما اللي راهم في قاطره التغيير في العالم. دونك ابارتير دو لا تقدر نبنيو كيما نقولوا حنايا واحد الاقتراح سياسي اللي راح يخلينا ربما مع الوقت نكونوا نخبه سياسيه اللي تكون محضره باش تاخذ المسؤوليه، ماشي حتى وين ياخذ المسؤوليه باش يبدا يتعلم learning by doing، ابدا ومن بعد ساهل. حنا عندنا هذيك تاع ابدا ومن بعد ساهل، في منصب كبير ما تقدرش تمشي بها، ما تقدرش، ما في منصب صغير مهما كانت المسؤوليه. دوك إذا حنا رانا رايحين للانتخابات
ولا المسؤوليه بصفه عامه باش نعاودوا نفس الممارسات، ما درنا والو، نخلوهم تحكم كيما راهم وخلاص. باش تحكم بوست في مجلس شعبي بلدي وما تمد والو وما على بالك شو صاري، شنو الفايده؟ على الاقل تكون محضر على القوانين وتعرفش القوانين وتعرفش تقدر تبدل، وتعرف العلاقة المجلس الشعبي البلدي علاقته بالمجلس الشعبي الولائي، ونقدروا يكونوا فيها اقتراحات. وهذا هو اللب تاع الحزب السياسي، انه يكون ارتباط، يكونوا عندهم منتخبين في مجالس شعبيه بلديه ولائيه مجلس شعبي وطني، يكونوا ربما في السلطه التنفيذيه، باش نكونوا قوه اقتراح، باش نزيدوا لو بلوس هذاك للبلاد. هذا هو الهدف اللي ما لازمش نخرجوا منه. دونك هذه الاكاديميه مفتوحه لكاع الناس ولا غير المنخرطين؟ لا لا، مفتوحه للمنخرطين. الدفعه الاولى تخرجت في شهر سبتمبر، الله يبارك فيك. سميت دفعة السيدة زبيدة عسول، لأنه هي من مؤسسين الحزب ورئيسة الأولى للحزب. كانوا فيها 5 موديول، قرينا على الجغرافيا السياسية، قرينا على الثقافة السياسية الجزائرية، قرينا على دولة القانون ودولة المؤسسات، قرينا على البلاغة ولا ريتوريك، وقرينا على توجه الحزب. دونك تندارت في 4 شهور. الدفعة الثانية اللي راح يترأسها واللي يترأس الأكاديمية السياسية عادل بن عدودة، البريمير فيس بريزيدون تاع الاتحاد المجلي للتغيير والرقي، هو اللي راح يعلن على وقتاش راح تبدا الدفعة الثانية، ومفتوحة للمنخرطين تاعنا واللي راهم حابين يتكونوا ثاني سياسيا ينخرطوا. كما نقولوا احنا هذا ويكون لابورت دونتري، منا يبداو مسارهم السياسي بالتكوين في الأكاديمية السياسية. لأن الدفعة الثانية واش عاد هضرنا انه تقدر تكون فيها عده موديول، عده محاور، واحد تكون مطوله على الدفعه الاولى باش ناخذوا وقتنا ومرحبا بكم الجميع. ولا سيريموني جازت شابه، ونتمنى ان شاء الله اللي راهم يشوفونا يزيدوا يشوفوا ثاني في لي ريزو سوسيو باش يشوفوا الداقم اللي رانا نحاولوا نكونوه في اطار هذه الاكاديميه السياسيه ان شاء الله ان شاء الله. دونك كما حكينا مقبلات الأكاديمية السياسية، وشنو هو حكي لنا التوجه تاع الحزب ولا لا لين بوليتيك تاع الحزب اليوم؟ سؤال مهم وهضرنا عليه مقبلات، ولكن ما طرقنالوش، ما تعمقناش فيه. انه المشهد السياسي الجزائري بني او تبنى على 3 تيارات: تيار وطني، تيار ديني، تيار ديمقراطي. وهذا شيء ما يخدمش السياسة بصفة عامة، لأنه لازم في 3 يكونوا في كل الأحزاب السياسية. هذوما كل الأحزاب السياسية تلقائيا لازم تكون وطنية، دينية، وديمقراطية. ولا تقدر تقول ما تقدرش تكون ضد الوطن ولا ضد الدين ولا ضد الديمقراطية؟ بارك الله فيك. نقدروا نديروها المفهوم تاعها بلا نيجاتيف ولا بالبوزيتيف، في زوج يمدوا نفس النتيجة. دونك حنايا دخلنا في عهد البراغماتية، خلاص وقت الايديولوجيات. هم كاين دوك هذيك تحالفات مؤقتة، كاين صراعات دائمة. احنا المشكلات اللي رانا عايشينها الآن انه المسؤولين اللي مقبل ومنذ عقود وما يقول لك الجزائر مهددة الجزائر مهددة، حتى وين ولا خطاب معروف. الآن صح الجزائر راهي مهددة، لكن كيفاش تقنع الشعب وكل المواطنات والمواطنين باللي الجزائر مهددة؟ وما هو دورنا في إطار هذا التهديد اللي رانا عايشينه؟ أظن أنه الذكاء الجماعي راح يغلب، ورانا نشوفوا كلنا واش راهو صاري في العالم، وهناك إعادة برمجة لتحالفات كانت موجودة بين القوى العظمى في عقود استعمارية. هذه الكل رانا نشوفوها. إذن هذا ما يخلي هناك نوع من التماسك داخل البنية الشعبية. الآن السؤال يطرح علينا حنايا: ما هو دورنا في إطار هذا المناخ؟
ما هو دور الأحزاب السياسية، ما هو دور الفرد، ما هو دور الجمعيات، ما هو دور المجتمع المدني، ما هو دور المسؤولين. حنا هاد الساعة رانا نهتمو واش نقدروا حنا نقدموه كإضافة. دونك الإيديولوجيات جاز وقتها. الآن الإيديولوجيا الوحيدة اللي تمشي هي البراغماتية. التيارات اللي قلت لك عليهم، الوطنية والإسلام والديمقراطية، في 3 مكونات الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وراح نخدموا عليها. وما يقدرش يفرقنا الروح الوطنية ولا الإسلام ولا الديمقراطية. لازم نعرفوا نجمعوه، ولأن المنافسة الحقيقية اللي لازم تكون بين الأحزاب هي على البرنامج، والمنافسة الحقيقية لازم تكون بين الأحزاب والمسؤولين السياسيين لازم تكون على البرنامج. لأنه رانا عايشين كما قلنا من قبل في نوع النظام نقدروا نسموه الديمقراطية مشفرة، لا كريبتوكراسي، لأنه عايشين في ديمقراطية، لكن النصوص القانونية الممارسات مشفرة نوعا ما تتطابقش مع الواقع. وإذا كاين نص ما يطابقش مع الممارسة، وإذا كان الممارسة ما تطابقش مع النص، ورانا نمشيو ورانا نتأقلموا دائما في تأقلم. وخلقنا كذلك، هذا يفكرني في واحد عالم سياسي كان يقول: إذا كانت العلوم السياسية في خدمة الدول، الجزائر في خدمة العلوم السياسية. احنا خلقنا واحد النوع من التكنوقراطي جديد، التكنوقراطي اللي يجي ما عندوش مصداقية شعبية، ماهوش منتخب. تكنوقراطي جاي من الإدارة، إذا اللي يجي يخدم كلش محلول ليه، ما يخافش. علاش نقولوا التكنوقراطي؟ عامة يقول لك قول لي واش تحق باش نقول لك كيفاش تستغنى عليه. حنا درنا تكنوقراطيين يخافوا من المسؤولية، ما يسميهم عالم الاجتماع نور الدين بكيس الأيادي المرتعشة. صيبوا في المسؤولية تقول له مضي ما يمضيش، صيبوا في المسؤولية تقول له بادر ما يبادرش، يخاف. إذا كاينة منافسة لازم تكون على هذه. ما هي المبادرة؟ كيفاش نحقق التغيير؟ ما هي نتائج التغيير؟ المنافسة تكون بين الأحزاب بينها وبين الأحزاب والمسؤولين السياسيين. هذا اللي راح يخدم الجزائر. إذا كنا كل يوم نصفقوا كاع نقولوا كل شيء لاباس كلش بخير كاع رانا ملاح، هذا ما يخدمش البلاد، والكذب بزاف ماشي مليح. دونك لازم نكونوا في مستوى المسؤولية الكل على بالنا، ورانا نشوفوا في القنوات الخارجية لأنه تاع الجزائر قيس قيس كما نقولوا باللي رانا مهددين. العالم راهو في تغير، الجزائر صح بثرواتها وموقعها الاستراتيجي راهي محل استهداف، لكن إذا زدنا أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة سياسية داخلية، هذا راح يزيد غير فراجيليزي دافونتاج، راح يزيد يهددنا. دونك هذا هو رؤية تحكم في الحزب على حالة الجزائر اليوم وش لازمها. بالطبع هي الجزائر راهي تغير صراحة، باش التغيير لا محالة منه، ما كاش اللي يقدر يخرج من التغيير. نقدر نعطي مثال بسيط: الوزير الأول اللي تعين مؤخرا، أول وزير أول ما خرج من المدرسة الوطنية للإدارة وما عنده شرعية تاريخية، دي شرعية ثورية كما نقولوا. ما دار الثورة، ما خارج من الإدارة، ما خدم والي، ما خدم رئيس دائرة، جاي من الجامعة قطاع صناعي ولا وزير أول. هذا تغيير. دوك التغيير ما حش يحبس،
وحنا لازم نمشيو في التغيير ونبدلو حنا الطبعه اللي انا حايبينها. اكزاكتومون. باش نكملوا في هذا المنوال، انا قلنا الوزير الاول يجسد التغيير اللي راهي رايحه ليه الجزائر، وهذا تغيير ايجابي، لكن السياسه ديالو انا ما تساعدنيش، ومن واجبي ومن حقي انتقد السياسه ديالو واقترح اكثر من الانتقاد، ان اقترح البديل، ان اقترح السياسه اللي راني انا اظن انها احسن من هذه السياسه المنتهجه، خاصه في المجال الاقتصادي، خاصه في مجال المبادرات، خاصه في مجال احترام المقاولين اللي هما اللي خاطروا بوقتهم مالهم بجهدهم، ماشي باش نروحوا نوقفوهم في الجاكس يديروا لاشين باش يمضيو على اوراق على الطريقه البيروقراطيه السوفيتيه في السبعينيات. وهاك حايب دير لنا من بعد فيديو على كاع المبادرات الاقتصاديه اللي افيك تفهموا بليزير. عليهم. خلاص مالا هذه لازم لها تفاصيل كثر شكيت. بالطبع. شوف انا قريب لحقنا الاخير تاع الحصه، كيما راك قاعد فوق الكرسي وحنا في الجزائر على بالك الكرسي هو تاع المسؤوليه وتاع منصب. دوكا توقع دوكا راك عندك منصب، وشنو هي مبادره ولا حاجه ان اكزامبل برك ياك حايب تجسدو في الجزائر اليوم؟ كاين بزاف مشاريع، كاين بزاف مجالات لازم نخدموا عليها. ربما المجال الاول خاصه في الفتره هذه باش نعزز شعور الانتماء الى الوطن، باش يبدا بالطلبه. حنا الطالب يكون عايش في حي ولا في بلديه يقرا فيها من الابتدائي عاده حتى الثانويه، بعد من الثانويه يروح الجامعه في الولايه ديالو حتى يكمل الدراسه تاعو، ومن بعد يشوف يا اما يدخل يخدم ويتنقل، هذيك هي الاول مره اللي راح يتنقل فيها، يا اما يخرج خارج البلاد اذا ما صابش خدمه ولا حب يدير تجربه في الخارج وهذا من حقنا. ولا مشجع كل الجزائريين اما ان يقعدوا ولا اما يروحوا باش يتبعوا الطموح ديالهم هما قبل كل شيء، باش نعزز شعور الانتماء. طالب جامعي قبل ما يكمل 5 سنوات الدراسه ديالو لازم يقرأ على الأقل ابتداء من الماستر عام، سواء في 6 شهور في الماستر 1 أو 6 شهور في الماستر 2 أو عام واحد في الماستر 1 ولا في الماستر ماستر 2 خارج الولاية ديالو، وما تكونش في ولاية قريبة للولاية تاعو، يروح يقرأ في جامعة أخرى داخل الجزائر وتكون ولاية بعيدة باش يتأقلم ويروح ويشوف. وهذا التبادل هو اللي راح يخلينا نبنيو شعور انتماء مبني على التجربة، ماشي شعارات وماشي أفق يجي من الفوق ويقول لك رانا كنا انا كاع وطن، خاوه أنا كاع خاوة. خلينا نتلاقاو مع الخاوة يتلاقاو. دونك اون فورم دو راسموس الجيريان. يعطيك الصحه. خلي لي كيما لا اذا عندك كلمه اخيره باش نكملوا هاد الحصه. الله يوفقنا، الله يقدرنا، الله يجيب الخير لبلادنا تحية الجزائر. سورتو تحية الجزائر. يعطيكم الصحة. تابعونا على لي ريزو ديالنا كامل، يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، ونتلاقاو ان شاء الله في حصة واحدة اخرى. يعطيكم الصحة.